يعني كيخدموها بتفاني ووفاء. نعم. وهادو خدموا بتفاني ووفاء، وجائزتهم واستحقاقهم هو هذا الاستقبال يعني في يعني اللي عطى التعليمات ديالو صاحب الجلاله، وكذلك استقبال الشعب. نعم. نعم. انا تنشوف بلي داروا استقبالات بحال هكا وداروا حفلات بحال هكا اللي ديما كتشوفوا كنشوفوا فرق. شفنا في 2004 شفناها الفرق المغربيه وشفناها المنتخب في قطر، ولكن اول مره اللي كتكون مكتوبه فيها ابطال العالم. ديما كنشوفوا كنلقاو شي حاجه مكتوبه من غير ابطال، كنلقاو تحيه الابطال، ولكن ابطال العالم انا هي اللي جاتني بقيت تنشوف فيها وتنعاود وقت ما تيدار الزوم على البيس تنشوف هذيك ابطال العالم كنعاود نتاكد انني شفتها، لان جوبونس في كاع داكشي اللي شفنا اللي قبل ما عمرها ما كانت مكتوبه لقينا دوزيام بلاص، لقينا فخرونا، لقينا اسود فخر المغاربه، لقينا هادشي كامل، وكما انها تلقى مكتوب ابطال العالم انا كنظن انها اول مره وما غتكونش اخر مره. وهذا حافز الدكتور لا كان جاي ان شاء الله. حافز لكم. هادشي اللي انا كنقول، هادشي اللي حسيت به سي لا شير دو تبوريجا وتحطيت صافي. انا جو مي اون بلاص اني ان شاء الله في من موالا كان انا في لو بوس انا بحال هكا. دونك سا مو موتيف و جو بونس سا موتيف المغرب كامل، اللعابه ديال لي جون ديال المغرب كامل اللي كيلعبوا الكره، انهم شي نهار حتى هما غادي يكونوا يقدروا يمشيو يكونوا في هذا لو بوس، وتكون عندهم استقبال الكبير اللي هنا في مدينه الرباط. دونك غير بعوده للجمهور، تكلمتي على الجمهور اللي في ريزو سوسيو اللي هو اللي في الزنقه. كاين واحد الكلمه الفرنسيه انت كتعرفها، كاين بيان شاتي بيان كيما كينتقدك كيبغيك غادي يفرح بك، لان انت هو باغيك تربح. حيت هذا الجيل وهذا الجيل بالضبط اللي ربح هو جيل ما كيعرفش مستحيل كما قلتي، لانه شافوا قريب ليه في قطر، عاش هذاك الاجواء اللي شافوا حتى هما الاستقبال اللي كان تكون ليكيب، وبلا شك انه فاش كانوا لاعبين كانوا في واحد لو كون لو خطيط داخل تيفكروا ان راه يقدروا حتى هما يربحوا ولا يديروا شي مسار مشرف ويجيو حتى يكون عندهم استقبال بهذه الطريقه هذه. اليوم U17 غالبا يكونوا كيتفرجوا قبل ما يمشيو حتى هما في نفس الدين، لان دوك لامباكت بحال هاد لامباكت بحال هاد لي تور هادو بحال هكا اللي بسيكولوجيك ميم سور لو سبورتيف في لا موتيفاسيون ديالو، وانه يبغي يعطي اكثر كيدخل شويه بو امباكتي بسيكولوجيكمون كوم يلفو لي جينيراسيون اللي يجيو انهم يشوفوا بحال هاد زيماج هادو يبقاو مأرخين وتعاودوا لهم هاد السيمانه كامله باش يتعرفوا. نعم. إذن هو يوم يحتفي به الشعب بالإنجاز كما يحتفي بالكرامة، ويشكر شبابه الذين حملوا رايته واسم بلاده إلى القمم العالمية. هو ليس مجرد تتويج كروي، بل هو عنوان مرحلة جديدة تؤكد أن الرياضة في المغرب أصبحت مشروعا وطنيا متكاملا تسنده رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي جعلت من التكوين والاحتراف مسارا لبناء جيل يصنع الفارق. يمر الموكب في رحلة قصيرة على الأرض لكنها طويلة في معناها الرمزي، ورحلة تختصر قصة وطن لا يعرف المستحيل، وجيل أثبت أن الحلم المغربي قادر على أن يرفرف عاليا بين نجوم العالم. هؤلاء نجوم نراهم مباشرة أبهروا العالم وأبهروا كرة القدم العالمية بمستواهم الكبير، بأهدافهم الرائعة، وبالفرحة التي حملوها إلى الشعب المغربي، وببطولاتهم التي بقيت راسخة هناك بسانتياغو، بالشيلي العاصمة بشيلي، ببطولة العالم. كما قلت موكب الحافلة المكشوفة للمنتخب الوطني ما زال يتعرف وما زال يشهد هذا الاستقبال الحار للشعب المغربي ولكل المغاربة على هذا الإنجاز الكبير. أمين باقي فيك تبوريشا؟ لا، غير كندير واحد الفلاش باك، لأن القصة بدات في الشيلي، أو كانت يمكن لها تبدا في الشيلي واستمرت في الشيلي. نشرح لك. اول مباراه كبيره لعبها المنتخب المغربي بعد الاستقلال كانت هذيك المباراه ديال اسبانيا اللي كانت بعد ما فزتي بكاس افريقيا الامم بين مزدوجتين، يعني تفوقتي في الاقصائيات الافريقيه وكنتي شامبيون دافريك اوفيسيو، ماشي اوفيسيال. لعبتي ماتش مع اسبانيا، فرضوا عليك تلعب باراج مع اسبانيا لقاء سد. اسبانيا جات بالنجوم ديالها، لعب مارسيل سيردان اللي هو دابا مركب مع الخميس، وبالنجوم ديال الريال وديال بارسا وبوشكاش. كان يمكن لهم يمشيو للشيلي، وانا كان يعني
كنتفكر بان هذا الجيل هذا باقي فقيه جوج ديال الناس اللي على قيد الحياه، هما عبد الله مالاغا والرياح اللي ماركاو بجوج البرنابيو. نعم. الناس عندهم 85 عام حلوا عينيهم على الكره مع في ظروف اخرى. اليوم احفادهم مشاو للشيلي وجابوا لقب من دوك الملاعب اللي كان يمكن لهم يلعبوا فيها. وكنظن انها الرساله عندها واحد الرمزيه كبيره، هو انه طال الوقت او قصر بالاراده والعزيمه اللاعب المغربي اللي هو موهوب الا تاثر وتكون ولقى الارضيه والمناخ المناسب يقدر يحقق الاحلام ديالو والاحلام ديال هذا الشعب اللي كيستنشق كره القدم. وحتى ما تفوتناش فرصه وسي شكرنا الناس المكونين هنايا وكل شيء، ولكن حتى التعلق اليوم ديال الشباب المغربي بالرايه ديالو كبر من غير قبل من قطر بواحد شويه، لان كاينه لا فورماسيون، كاينه لا بوليتيك دو سكوتينغ والسي اللي كدار والتتبع ديال الشباب المغاربه اللي كاينين ليترونجي، بحال اللي كنشوفوا واحد بحال معمل اللي كان فاسيلمون يقدر يلعب ليكيب دو فرونس ما يحبسوا حتى شي واحد، واخا هكاك ما عمرو كانت عنده ليزيتاسيون وجا اختار انه يلعب المنتخب المغربي وخدا احسن لاعب شاب في الإلفا. دونك حتى التربيه والتكوين ولا موتيفاسيون انك تحمل هذا التوني هذا ما بقاش غير غتجي لانك غتمثل البلاد ديال الوالدين ديالك ولا الاجداد ديالك، لا عندك ان بلان كارير اللي تقدر تنجح فيه، تقدر تحمل القاب مع الفريق ديالك ومع المنتخب الوطني. وكنظن الا سولتي اي لاعب في العالم واش يفضل انه ياخذ لقب مع المنتخب الوطني ديالو ولا لقب مع الفريق ديالو، غيختار المنتخب الوطني ديالو. نعم. اليوم كيجيو الناس باش يديو كيختاروا المغرب عن حب ولكن لانه حتى المغرب ولا كيعطيك ان بلان كارير انترناسيونال في المستوى. كتاخذ واحد الحاجه وانت راه سافرتي برا. نعم. ما كاينش شي بيت مغربي كتدخل له في جميع دول اوروبا ولا العالم ما كتلقاش فيه يعني الريحه ديال انت مغربيت. الام ديالك والاب ديالك كيربيوك على حب الوطن بشكل او اخر، وقد ما ابتعدتي يعني عشتي في الغربه قد ما كتعلق بالارض ديالك. راه كتدخل اول حاجه كتلقى التلفازه المغربيه هي ولا الارض ديالك في البيت، ولا الارض ديالك عطاتك اون روتور بيان سور كتجي عاوتاني هي فين كيكون داك لوسموز الكبيره فين كيوقعوا لي ميراكل بحال هذا اللي حضرنا عليهم. سي ان بو كليشي دم احمر واقيلا هادشي اللي كاين. دم احمر جو بونس كاع لا جينيراسيون اي جينيراسيون عند واحد تمغربيت ما انكرويابل. المهم إذا نواصل هذا ودزنا من الميتافور نواصل هذا نعيش سويا هذا الحدث الرياضي التاريخي الكبير للمملكة المغربية من باب السفراء، البوابة التاريخية من قلب العاصمة المغربية الرباط عاصمة الأنوار. انطلق اليوم هذا المشهد الذي سيكتب بحروف الفخر في الذاكرة الوطنية. ها هم أشبال الأطلس أبطال العالم يعودون إلى أرض الوطن، تتقدمهم هذه الحافلة المكشوفة وسط الجماهير المغربية الغفيرة التي جاءت من كل المدن المغربية والجهات لتقول لهم أنتم فرحة المغرب، أنتم جيل الحلم الذي أصبح واقعا. من هذا الباب أو من باب السفراء العريق الذي استقبل عبر التاريخ السلاطين والسفراء والمبعوثين، مر هذا الموكب، وها هو موكب الأبطال يشق طريقه عبر شارع الحسن الثاني وسط بحر من الأعلام والعيون التي وصل الآن الموكب إلى شارع محمد الخامس وسط بحر من الأعلام والعيون التي تفيض بالدموع فرحا. مشهد يختزل 25 سنة من الرؤية الملكية في بناء نهضة كروية شاملة، رؤية جعلت من مراكز التكوين منارة أخرجت هؤلاء الفتيان ليحملوا اسم المغرب عاليا في سماء العالم. فيا له من مغرب متميز اليوم. أشبال الأمس صاروا أسود المستقبل، والمغرب الذي صعد منصات التتويج في القاعات والملاعب وأيضا الأولمبياد يؤكد اليوم أنه قوة كروية عالمية. إنها لحظة تتجاوز الرياضة، لحظة تعبير عن الانتماء والعهد والاستمرارية في مسار يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله نحو مغرب الإنجازات، مغرب الرياضة.
المغرب الذي يرفع أحلامه دون حدود. اليوم الرباط ترتدي أبهى حللها وتنبض شوارعها بألوان الفخر والاعتزاز. إنها فرحة شعب بأكمله، فرحة وطن في هذا الجيل. والأنظار بعد قليل سوف تتجه لساحة البريد قلب الرباط النابض، حيث تتعالى الأصوات بالنشيد الوطني وتتحول الشوارع إلى نهر من الأعلام. يعني كتعرف انه كيعجبنا داك انا كصحفي نكون دير القراءه في الصحف ياك. كنتمنى انه يكون واحد العنوان بغيت تعطي شي عنوان. 40 مليون قلب تهتف ديما مغرب. صحيح. وهذا هو الاحساس، لانه ما كنظنش انه المغرب كله ما يعني ماشي وراء الشاشه، في المقاهي في البيوت ما كيشوفوش هذه اللحظه هذه وما كيرددوش نفس الكلمه ديما مغرب. لان هذا المنتخب خلانا يعني نسترجعوا الايام الجميله ونسهروا الليالي ونحتفلوا مباراه بمباراه، حتى المباراه النهائيه اللي من بعد الانتصار كنظن انه من طنجه للقويره نضيفوا لها مغاربه العالم في جميع القارات ما خرجوش واحتفلوا. والشعار هو ديما المغرب، الشعار والله الوطن الملك، والشعار هو كذلك هذه الرايه اللي عندها واحد القيمه. وكنظن انه كل واحد مستعد من الموقع ديالو انه يدافع على السمعه ديال بلاده، اللاعب ديال الكره في الميدان والمواطن في المكان اللي يعني كيزاول فيه المهله ديالو. وكنظن ان كلنا خصنا نخدموا بتفاني باش دائما هذه البلاد هذه تبقى غاديه في الطريق اللي كتبوا لها الله، واللي بطريقه ولا باخرى التاريخ ديالها كيستحق. 14 القرن كتستحق ان الانسان في وقت من الاوقات يقول ديما مغرب. ديما مغرب. ديما مغرب اكيد. ملي كتشوف جوبونس هذا نفس السيركوي اللي دارت ليكيب بريمير تقريبا هو السيركوي التقليدي، يعني غتخرج من باب السفاره غادي تنزل امام محطه القطار شارع الخامس البرلمان ساعة البريد وتمشي للشارع الحسن الثاني وتدور على اليمين وتتجه في حسان باش تقطع الواد قنطارة. وكذا هذا كيف قلت لك موتيفون لكاع لي جينيراسيون اللي غادي يجيو، وماشي ماشي من لعبات اننا كنديروا هكا. غتولي ولا تقليد وتعلمات كيف قلتي هو سيركوي تقليدي، لان كتولي انت براسك كتجالس في بلاصتك كيف قلت قبيله. يمكن انا نتعاود كي جالس في بلاصتك تقول الا كنتي لاعب كره القدم انت شاب غتقول واحد النهار انا غادي نطلع في هذاك البيس، انا غادي نجيب هذه الدوره وتكون مكتوب عليا بطل العالم. فتنا دابا هذيك البلاصه ديال فتنا هذيك الكتبه اللي كنا كنكتبوا مفخرات المغاربه ولا شرفتمونا، اليوم ابطال العالم. حنا في واحد البيس مكتوب فيه ابطال العالم. ما عرفتش مع الوقت واش كتستوعبوها ولا ما كتستوعبوهاش، ولكن مكتوبه فيه ابطال العالم. اول مره عشتها وكنرجعوا للتاريخ هو ملي المرحوم الحسن الثاني يعني استقبلنا والو عويطه في فينال ديال كوب دوطرا وهز لهم يديهم بجوج. ومن بعد عشنا استقبال سيدنا كان انذاك ولي العهد في 84 بتعليمات من الوالد ديالو الله يرحمه، هو ولا مريم استقبلوا نوال عويطه وكان استقبال بحال هكا. كنظن انه هاد يعني الملوك الاسره العلويه دائما عندهم ارتباط بالرياضه والرياضيين. في وقت من الاوقات كنحتاجوا نزاوجوا بين ما هو استقبال رسمي ملكي او اميري واستقبال شعبي. صحيح. وكنظن انه هذه الصوره هذه هاد الدراري ما عمرهم ما ينساوها. بيان سور وغادي يقولوا حيت هما بنوات ديال 2030 ان شاء الله غيقولوا 2030 ان شاء الله في ملعب الحسن الثاني ان شاء الله غادي نلعبوها نخرجوا منها ونجيبوها ونخرجوا بها الطموح تاعهم غاديش يبقى الطموح تاعهم غيولي حتى هو كبير بزاف 2030 يخرجوا بها. حيت الا كنتي في التيران ديالك تخرج بها تستناك تما لداخل وتخرج من تما بالتوني ديالك بلا ما تستنى تمشي وتبرد تبقى في الفرحه ديالك. هادشي اللي بغينا حنايا ان شاء الله. دونك هادشي كيعني ان الفينال تكون في بلادنا ان شاء الله. مساء المجد، انه مساء المجد، مساء الوطن من هنا من المملكه المغربيه الشريفه، من ارض تصنع التاريخ ولا تنتظر ان يكتب عنها. نطل عليكم في يوم استثنائي، يوم سيبقى عنوانا في ذاكرة كل مغربي. إنه يوم الفخر، يوم العودة المظفر الأشبالي الأطلس.
أبطال العالم لأقل من 20 سنة الذين كتبوا صفحة من أنصع صفحات الرياضة المغربية، صفحة اختلط فيها العرق بالدموع والإيمان بالعزيمة والحلم بالواقع. اليوم لا نغطي حدثا رياضيا عابرا، بل نواكب عرسا وطنيا كبيرا تجتمع فيه الرموز والدلالات وتتجلى فيه وحدة وطن بأكمله. بل نواصل هذه المواكبة من شوارع الرباط، من قلب العاصمة النابض، من ساحة البريد، حيث يلتقي التاريخ بالحاضر، وصولا إلى قنطرة مولاي الحسن، جسر اللقاء بين الرباط وسلا. الرباط اليوم ليست مدينة فقط، إنها لوحة وطنية حية تمتزج فيها أصوات الجماهير بزغاريد الأمهات ودموع الفرح بألوان العلم المغربي. آلاف المغاربة يصطفون على الجانبين ويرفعون الأعلام ويهتفون لهذا الجيل الذي أعاد للكرة المغربية مكانتها بين كبار العالم. هذا المشهد أمامكم لا يقاس بالحجم، بل يقاس بالمغزى، فهو تجسيد لرؤية ملكية سامية جعلت من الرياضة مشروعا وطنيا ومن التكوين أساسا لصناعة الأبطال. هؤلاء الفتية في هذه اللحظات يمرون وسط هذا البحر البشري، ليسوا مجرد لاعبين فقط، إنهم سفراء الحلم المغربي الجديد، جيل تربى في مؤسسات حديثة وفي مقدمتها أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، فتعلم أن الانتصار يبدأ من الانضباط، وأن القيم تسبق الشهرة، وأن حمل القميص الوطني مسؤولية قبل أن يكون مجدا. اليوم حين تعلو الأهازيج وحين ترفرف الرايات من كل صوب، ندرك أن هذا الوطن لا يعيش فقط فرحة التتويج، بل يعيش فرحة الاكتمال. اليوم ما نراه في الرباط ليس احتفالا فقط، إنه مشهد مغربي جامع تتعانق فيه الرموز، كما قلت، من باب السفراء رمز السيادة إلى قنطرة مولاي الحسن رمز الوحدة. مسار قصير في المسافة لكنه طويل في المعنى، لأن كل خطوة من هذا الموكب تروي حكاية وطن عظيم علم أبناءه أن المجد لا يمنح بل ينتزع بالعمل والوفاء والإيمان. هذه الأصداء تصلكم مباشرة من موكب هذه الحافلة، وهذا التماهي بين أشبال الأطلس أبطال العالم، وهذه الرقصات وأيضا التعابير الجسدية بين الجماهير المحتشدة وأيضا كل أطقم ولاعبي المنتخب الوطني، هو رسالة على أننا على العهد سائرون جميعا وراء جلالة الملك. أمين. كان الناس صاحب الجلاله الملك محمد السادس ملي ارسل يعني ديك الرساله اللي كانت في يعني في ليزاسيس دو سبور ديال السخيرات، وضع واحد اللبنه، واحد خريطه الطريق اللي الامور ديالها واضحه، يعني حط كل مسؤول رياضي او رياضي امام مسؤوليته. هذا هو السؤال كاين اللي يتحملها وكاين اللي ما تحملهاش بالشكل المطلوب. امين. هذا هو السؤال اللي غيتطرح على المشهد الرياضي بشكل عام. ماذا بعد هذا المجد؟ ماذا بعد هذا الانجاز؟ وكل واحد خصو يجاوب عليه من الموقع ديالو. خاص الاستمراريه، والاصعب ماشي هو الوصول للقمه، هو الاستمرار في القمه. واش قلت لك بغيت المغرب تكون هي المانيا ديال الكره، بمعنى ان المانيا من 1954 لدابا تعتبر اقوى قوه مع المنتخبات الوطنيه في جميع الفئات، لان درت واحد الحاجه على اندسترياليزي لو بروسيس، بمعنى ملي كدير واحد البروسيس وكتولي كتكرر كل مره كيولي اندسترياليزي، بحال كتدخل لواحد الشركه وكتحط لك واحد الطرق ديال المسار ديال العمل، كتولي واحد المسار صناعي، كتولي غادي بيلوطاج اوتوماتيك، لان كل واحد كاين الخريطه، كاين المخطط، كاين كل شيء، كتولي انت كتولي في التربح. دونك خصنا نوليو كنولفوا نربحوا ونبقاو نشتغلوا بنفس العقليه، والعادي يكون هو الربح، والاستثناء هو ما توصلش للنصف النهائي
ديال الكؤوس الافريقيه والبطولات العالميه. مفاجاه انك ما وصلتيش. انا في قبيله انا عطيت المثال ب 2005 بحال وقف الزمن وضيعنا وقت كثير، لان من 2005 ل 2025 راه 20 عام ما لعبناش هاد كاس العالم اللي كتلعب كل عامين، وبقينا محافظين وبقينا خدامين. في هاد الخمس سنين الاخرى كان هذا المدرب اللي بدا اللقب السي وهبي كان يقدر ما يكونش، كون ما خديناش القرار ديال الاستمراريه، كون ما خديناش القرار ديال الصبر، كنا كنديروا قبل، كون ما خديناش القرار ديال الصبر. علاش؟ لاننا كنا كنتعاملوا مع الفئات بحال الفريق الاول. فشلتي في لوبجيكتيف ديالك الله يعاون سلامه، لا هنا كان عندك ان اوبجيكتيف تي اون تران دو كونستروي شي حاجه اللي ما كانتش موجوده. وخاصنا نعرفوا انه كاين جوج ديال الالقاب، كاين ناخب وطني او مدرب ومؤطر مكون مربي. داكشي اللي كان السي محمد وهبي مكون اولا مؤطر ومربي اولا عاد مدرب. لا كاسكيت الثاني ملي كتعطي ديك لا كاسكيت الاولى وكتعطيها القيمه ديالها كتعرف القيمه ديال الوقت، لان الزبيري والصادق معنا هاد اللاعبين كلهم راه فشلوا في الوصول للبطوله الافريقيه هذه سنتين. جزء قبل منهم جزء منهم راه شارك في الاقصائيات بحال خليفه. شنو درنا؟ حافظنا على اللابنه اللي هو المدرب شيف دو بروجي وعطيناه الثقه وقلنا ليه استمر في العمل ديالو، كبرنا ليه لا باز دو دوني وعطيناه جميع الامكانيات باش ما يفشلش. وصلنا كاليفينال لكوب اوناف ربحناها، مشينا لاكان باش نربحوها ما جابش الله، خسرنا مع الافريق دو سود، ولكن ما خدناش ذاك القرار اللي كان دائما هو ذاك السرعه ديك تو تيغ بلو فيت كو تون، بمعنى خسرت الفرقه علقوا المدرب. لا خصنا نستمروا في الثقه، لانه ماشي فقط ناخب وطني ولكن عنده واحد المشروع تربوي تكويني فيه وغادي يعطيه الماكسيموم. وشفتوا انه في كاس العالم كان هو لو شيف دو بروجي، لانه كيتكلم بجميع اللغات واستطاع يوصل الافكار ديالو تقنيه تكتيكيه وحتى التواصليه الانسانيه اللاعبين، ولات مغامره انسانيه عاشوها الدراري هذا. داكشي اللي عاشوا في الشيلي 12 ساعه ديال الطياره في جزء من العالم اللي ما كيعرفش الشيء الكثير على المغرب، وكانوا خير سفراء المغرب، فغادي يرجعوا بدوك لي سوفينير. بالنسبه لهم سانتياغو تشيلي ولا فالبارايسو ولا رونكاغوا ما كانش فقط زياره للاستجمام، كانوا السفراء كتبوا فيها التاريخ، كتبوا التاريخ. والسي محمد وهبي ساهم في كتابه التاريخ. أيها السادة والسيدات، في هذا المساء المغربي البهي نحتفل جميعا بجيل كتب التاريخ وفتح الأبواب أمام المستقبل. نحتفل بمغرب يزداد إشراقا كلما راهن على شبابه. نحتفل بفرحة صادقة توحد الشمال بالجنوب والريف بالصحراء والمدينة بالقرية. نحتفل بالمغرب حين يكون على موعد مع ذاته ومع المجد. فمرحبا بهؤلاء الأبطال، مرحبا بأشبال الأطلس الذين رفعوا الرأس عاليا وجعلوا العالم ينحني احتراما لراية حمراء تتوسطها نجمة خضراء. مرحبا بفرحة مغربية خالصة، وفرحة كهذه لا تختم بل تروى للأجيال القادمة كفصل جديد من ملحمة اسمها المغرب. مساء الوطن، مساء المجد، مساء الفخر الذي يسكن كل بيت مغربي. من هنا من عاصمة الأنوار ومن مدينة القرار نطل عليكم في ليلة ليست كالليالي، يوم تكتسي أو ليلة تكتسي فيها الشوارع بالأحمر والأخضر وترتفع فيها القلوب قبل الأعلام. ليلة يعود فيها الأشبال إلى أرضهم وقد حملوا معهم تاج العالم، وكأنهم عادوا بقطعة من السماء ليضعوها فوق جبين الوطن. اليوم لا نعيش مجرد استقبال رياضي، بل نحتفل بصفحة جديدة من السجل الذهبي للمغرب. فهؤلاء الفتية لم يعودوا مجرد لاعبين، بل رموزا لجيل كامل تعلم كيف يصنع المستحيل بالإصرار، وكيف يرفع اسم بلاده بين الأمم بالانضباط والإيمان. إنهم أبناء رؤية ملكية متبصرة آمنت بالشباب فزرعت فيهم روح الطموح ومنحتهم البنية والأكاديميات والفرصة ليكونوا واجهة مغرب جديد لا يهاب التحديات. من باب الصفراء انطلقت الحكاية
على امتداد الطرقات بالعاصمة الرباط نحو ساحة البريد. ما زالت هذه الزغاريد ترتفع وتتعالى الأهازيج، والمدينة كلها تتحول إلى مهرجان حب للوطن. كل نافذة تروي قصة انتماء، وكل شرفة تحمل علما يرفرف على إيقاع النشيد الوطني. فالمغاربة اليوم لا يحتفلون فقط بفوز في المستطيل الأخضر، بل يحتفلون بثمرة مشروع وطني بدأ منذ سنوات، مشروع جعل من الرياضة ركيزة لبناء الإنسان المغربي الجديد. من هناك يواصل الموكب مسيرته نحو قنطرة مولاي الحسن، حيث يلتقي التاريخ بالجغرافيا والوطن بنفسه على ضفتين. إنه المغرب الذي اختار أن يصعد سلم المجد بخطى ثابتة، وأن يصنع صورته بجهده وإيمانه. من هناك يتعانق الشمال بالجنوب والشرق بالغرب في مشهد رمزي يختصر وحدة أمة تؤمن بأن قوتها في تماسكها، وأن فرحتها لا تكتمل إلا حين تشمل الجميع. اليوم تحتفي المملكة بأبطالها، كما تحتفي برؤية ملكية جعلت من الشباب قلب المشروع الوطني، ومن الرياضة مدرسة للوطنية والانتماء. من الأكاديميات ومراكز التكوين خرج هذا الجيل الذهبي، جيل لم يتعلم فقط كيف يلعب كرة القدم، بل كيف يرفع الرأس ويقاتل بشرف من أجل راية واحدة لا تنكسر. يا له من مساء يعيدنا إلى معنى الفخر، إلى الدموع التي تنهمر فرحا، إلى الوجوه التي تضيء من حب هذا الوطن. مساء تقول فيه الرباط للعالم أجمع هكذا